قضينا أيام كتير حلوة على اليوتيوب مع بعض. أحلى سنتين مرقوا بحياتي السنتين اللي عشتها معكم. قضينا أيام كتير حلوة على اليوتيوب مع بعض. أحلى سنتين مرقوا بحياتي السنتين اللي عشتها معكم. وهلأ إجا الوقت اللي صار لازم فيه إني أترك اليوتيوب. أنا ما عاد أنزل أي فيديو على اليوتيوب، بس حابة إني لكم شغلة. باي. سلام حبايب. مقلب او شيء كان مقلب، شيء ما بعرف شو هو. تهديد هذا كله بسبب غبائي. غبائي. كنت انت مفكرة إنه شكر كل شيء الناس وصلت له مناح وأي تصريح. شخص ممكن يمد إيده والله يساعد. بس وصل لي للأسف يا طلع ابو في ولاد عجلات حرام بس بضروا الناس. ثواني والله بعد ما شباب. اتعرف على جيفارا صار يجي هو وعائلته لعنا ونقعد عادات عائلية. فبابا بيوم من الأيام بابا وماما وأهلي كلهم حكوا له لجيفارا الموضوع، فجيفارا قرر إنه يساعدني. عرض عليه جيفارا إنه صور معه، فأنا رفضت الفكرة بالبداية. فينه يدخل على قناة جيفارا العلي ويشوف آخر فيديو منزله موجود القصة كاملة. 4 سنين وهن عم بيهددوني. أنس التوبة قاسم التوبة. بعد ما انتشر الفيديو على قناة جيفارا العلي صاروا يدوسوا الصرامي كرمال نحذف الفيديو، بس الفيديو لا رح يحمل. الناس كلها رح تسمع قصتي. أنا هلأ ارتحت بعد ما حكيت قصتي وبعرف إنه في ناس بتحبني ورح تسمعني. هذا آخر فيديو لي بقناتي. شكرا لكل حدا ساند. طيب هذا الحكي قصتي وبعرف إنه في ناس بتحبني ورح تسمعني. هذا آخر فيديو لي بقناتي. شكرا لكل حدا ساند. طيب هذا الحكي ب 2018 يا جماعة. خلص اطمنوا يا جماعة. الأخت كل ما تنزل هرمونات عندها شوي بتترك اليوتيوب، بعد يومين 3 بترجع. يعني ما هي تركيته بال 2018. لا أفرجيكم انت تركيته كمان لحظة. ساعدوني تحت التهديد سلاح وام سيف تموتوا على المشاهدات. انا والله مش ضد ام سيف. شوفوا اذا الموضوع جد ماشي، اذا الموضوع جد اسمعوا الحكي. شباب اللي فاتح البث بس يعطيني صوت. اسمعوا الحكي. انا مش ضدها الاخت. الله جماعة اللي فاتح البث. ابو عجلان ابو عجلان ايه ما انت فاتح البث يا عمري؟ سامع صوتي 7 مرات. لحظة. يا طيب اذا شباب اذا الموضوع جد فالله يكون بعونها والله يساعدها والله يعطيها العافية، وإن شاء الله تروق أمورها وترجع. إذا موضوع جد تركت البتاع بسبب تهديدات، وإذا دراما الله يسامحك. شنو نقول لك؟ هو هذا اليوتيوب العربي للأسف يعني كل